السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو عن هنعمل رز بلبن في البيت على طريقة المحلات. هنحتاج معانا 2 كيلو لبن بلدي. انا غليتهم امبارح وحطيتهم في التلاجة عشان اخد القشطة بتاعتهم. تمام. النهارده بقى طلعتهم، بدفيهم على النار شوية. وهنا عندي كوبايتين رز، عليهم 4 كوبايات مية. بسيبهم يغلوا الاول في المية. طبعا الرز مغسول الاول. تمام. كوبايتين على 4 مية. وهنا عندي فول سوداني ني، بجيبه بحمصه الاول. تمام. عشان انا هحط على يعني مكسرات وشوية حاجات كده على الرز بلبن. هنستنى بقى الرز يستوي كده والمية بتاعته تتشرب، وبعدين هنحط عليه المية. خليكم معانا وتابعونا لاخر الفيديو عشان نشوف بقية الطريقة. هنا انا كنت نقصت من اللبن كوباية لبن ساقعة قبل ما اغلي. بضيف عليهم 4 كوبايات نشا، 4 معالق معلش. كوباية لبن بضيف عليها 4 معالق نشا. طبعا انتي لو هتعملي الرز بكيلو لبن هتحطي نص الكمية اللي انا بحطها، يعني هتحطي نص كوباية لبن عليها معلقتين نشا. والرز هيبقى كوباية رز واحدة، هنغليهم في كوبايتين مية. ببتدي بقى اقلب النشا كويس لحد ما يدوب. وهنا عندي ظرفين فانيليا برضو مجهزاهم، بحطهم في الاخر خالص، بيدوا طعم الرز بلبن، طعم الفانيليا كده. ماشي. هبتدي ادوب النشا كويس لحد ما يدوب خالص، ما يبقاش فيه اي تكتلات. ببتدي طبعا بقلب الفول السوداني عشان ما يتحرقش مني. ببقى حطاه على نار هاديه يتحمص، وببقى متابعه الرز وببقى متابعه اللبن عشان ما يفوش. طبعا انا مش هغلي اللبن تاني، انا بس هدفيه عشان لما يبقى محطوط على الحاجه ما يبقاش حاجه سخنه وهو ساقع، فبحب ادفيه قبل ما احطه على الرز. هنبص على الرز هنلاقي اتشرب الميه. هو بيبقى شكله كده كأنه معجن. تمام. بس هو بيبقى شارب الميه كلها. في الوقت ده بقى هنبتدي نحط عليه 2 كيلو لبن. انا كده حطيت اللبن على الرز وهقلبه عشان اوقات كده بيبقى ما يكلكعش في بعضه، بيبقى ماسك في بعضه، فهديله تقليبه. تمام. وهسيبه كده شويه لحد ما اللبن ده يقل خالص. هجهز السكر واحطه عليه. هجيب 2.5 كوب على 2 كيلو لبن وابتدي احطهم. طبعا السكر ده اختياري، حابه تزوديه حابه تخففيه، يعني حسب الطعم اللي انتوا بتفضلوه. تمام. انا حطيت كوبايه كمان وادي النص، يبقى انا كده حطيت 2.5 كوبايات. وهقلبهم برضو عشان يدوبوا مع الرز بلبن. تمام. وهنا كده تقريبا يعني الفول قرب يتحمص برضو، هديله كده تقليبه واطفي عليه. تمام كده ادي الفول اتحمص معانا.
وقفلنا عليه. لما يبتدي يهدى هبتدي بس اكسره بايد هون او باي حاجة عندك ممكن تكسري بيها. هاجي بقى احط كوباية اللبن اللي انا كنت شايلاها على جنب وحاطه فيها 4 معالق نشا، وابتدي احطها على بقية الرز بلبن. شايفين ما فيهاش مش مكلكعه ولا في اي حاجه عشان قلبناها كويس. تمام. وهبتدي برضو اقلب كله مع بعضه، وكل شويه كده ابص عليه واقلب، كل شويه كده ابص عليه واقلب لحد ما يتقل خالص واللبن ده يعني يقل كده واللبن يتشرب والرز يتشربه. تمام. بعد كده بقى بنطفي عليه وخليكم معانا عشان برضو نشوف القوام في الاخر هيبقى عامل ازاي. بعد ما الفول السوداني برد هبتدي حطيته في كيسين. تمام. وهبتدي اكسره بايد الهون كده عشان ايه يبقى حتت صغيره. اخلص واكمل واوريكم بعد كده الشكل الحجم بتاعه بيبقى عامل ازاي. تمام. ده الشكل بتاعه بعد ما كسرناه بايد الهون. ولو في حاجة كبيرة نصاص ولا حاجة ممكن بايدينا كده نقسمها نصين. يعني انا ما بفتفتوش، انا بس بكسره كده حتتين 3 يعني. مش راضية تتكسر. تمام. انا ممكن انعمه تاني لو انا حاسة ان الحتت لسه كبيرة يعني. بعد كده ببتدي احط عليه جوز الهند والزبيب واخلطهم مع بعض في كيس واحد عشان هزوق بيهم الوش بتاع الرز بلبن. هجيب هنا كيس فاضي وهبتدي احط فيه شوية فول سوداني، معلقتين 3 كده، على معلقتين 3 جوز هند. طبعا ما بفضيش كله مرة واحدة على بعضه، ان ممكن مثلا احتاج حاجة تتعمل بجوز هند بس او بزبيب بس او بفول سوداني بس، فما بفضيش ال3 على بعض مرة واحدة. انا بجيب كيس بفضي فيه جزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا، ولو احتجت ايه هبقى ازود مش مشكلة. تمام. وبخلطهم بقى مع بعض كويس عشان ده هيبقى وش طبق الرز بلبن، هنزوق بيه الرز بلبن. تمام. تعالوا بقى نبص على الرز بلبن ايه الاخبار. انا ببقى موطيه عليه النار الصراحه عشان ايه اولا ما يفرش، ثانيا اللبن تحت ما يلزقش يعني. ممكن ده برضو كنت موطيه عليه خالص امبارح. ماشي. بس هو لما بعلي عليه بيبتدي يلزق ويعمل طبقه برتقاني كده، احنا مش عايزين القصه دي تحصل، فببقى موطيه عليه خالص. طبعا احنا ملاحظين واحنا بنقلب ان هو ابتدى ايه الرز يظهر واللبن يقل. تمام. بس هنستنى عليه برضو شوية لحد ما اللبن يقل ايه اكتر عن كده ويبقى متماسك اكتر من كده شوية. ممكن نسيبه 5 دقايق او 10 دقايق كمان ونبص عليه. انا عندي هنا طبعا طلعت ما شاء الله الوش القشطة من ال2 كيلو لبن، وكان عندي برضو من اللي قبل كده كان عندي شوية قشطة، فقلت اخد معلقتين من دول او معلقة من دي على دي، واحط على الرز بلبن شوية قشطة برضو بيديها طعم خطير.
هبتدي احط القشطة على الرز بلبن، وانتوا لو ملاحظين هنبتدي نشوف ان الرز ابتدى يظهر ويبان على وش الحلة. معنى كده ان اللبن ابتدى يقل والرز يتشربه، وتقريبا ان الرز بلبن كده استوى. هنحط القشطة عليه. كده حطيت القشطة، وهحط الظرفين بتوع الفانيليا. ماشي، وهديها تقليبة كده. وتقريبا انا كده خلاص هبتدي اطفي عليه. بسم الله ما شاء الله، ده القوام اللي احنا محتاجينه. تقل، وطبعا لما هيتحط في التلاجة هيتقل اكتر يعني. هطفي عليه اسيبه يهدى بس شوية، وبعدين ابتدي افرغه في الاطباق، وممكن افرغه على طول. وابتدي احطه في الاطباق، وتعالوا نشوف في الاخر هيعمل لنا كام طبق. ال2 كيلو لبن هيعملوا معانا كام طبق رز بلبن. تمام، انا خلصت كده وغرفت الاطباق. ما شاء الله، ال2 كيلو لبن عملوا معانا 6 9 13 طبق رز بلبن. في منهم اطباق صغيرة وفي منهم اطباق كبيرة. ممكن يعملوا معاكي اقل او اكتر حسب حجم الطبق بتاعك. هبتدي احط من الخلطة اللي انا عملتها الزبيب على جوز الهند على الفول السوداني على الاطباق. ممكن نسيب منهم اطباق سادة، الذوق ده بقى حسب ما بتحبوا، حسب رغبتكم. ممكن تحطي قرفة، اي نوع مكسرات عندك، مش شرط فول سوداني، اللي متوفر واللي موجود واللي بتحبوه. وهو اصلا كده كده لوحده ما شاء الله، يعني مش محتاج، لان بيبقى طعمه جميل حتى وهو سادة. ويا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.